ما تنساش الاشتراك معانا عشان توصلك كل أخبار الأهلي ومنتخب مصر أولاً بأول. رسمياً الأهلي خرج من سباق حامد حمدان بعد أسابيع من الشد والجذب، وبعد ما كان قريب جداً من القلعة الحمراء الصفقة وقفت واتقفلت وراحت في اتجاه تاني. الأهلي فشل في حسم التعاقد مع حامد حمدان بسبب خلافات مالية وتأخر في حسم بعض التفاصيل استغلها بيراميدز بسرعة. بيراميدز دخل على الخط في التوقيت الصح، عرض أقوى، حسم أسرع، وضمانات أكبر للاعب، والنتيجة حامد حمدان قال كلمته الأخيرة ووقع رسمياً لبيراميدز وقفل الباب قدام الأهلي نهائياً. جماهير الأهلي اتفاجئت لأن اللاعب كان ضمن الأسماء المطلوبة بقوة، لكن التردد كان كلف الأحمر صفقة مهمة. بيراميدز كسب الجولة ووجه رسالة واضحة: مش هنسلم أي صفقة بسهولة حتى لو قدام الأهلي. السؤال اللي مولع السوشيال دلوقتي: هل الأهلي هيرد بصفقة أقوى، ولا بيراميدز بدأ يفرض نفسه لاعب أساسي في سوق الانتقالات؟